ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الكنافة الجميلة دي بالمكسرات، وهتنسي اي طريقة جربتيها قبل كده واحلى من بتاعة المحلات. وهقولك تفاصيلها وسر التسوية المظبوطة والشربات المظبوط علشان تطلع معاكي مقرمشة ودايبة وفي نفس الوقت متماسكة. كملي الفيديو معايا للاخر، متنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجة هحضرها وهي شربات الكنافة. حضرت حلة وجبت فيها كوبايتين من السكر، وضفت عليهم كوباية ونص من المية، وهنا كان ياسين ابن اختي واقف بيساعدني. بعد كده هضيف عصرة من الليمون ونقطتين من الفانيليا السايلة، انا ما كانش عندي باكيتات من الفانيليا الورق. بعد كده هرفعها على النار، واول ما الشربات يغلي بعد 10 دقايق كده هطفي من عليها النار وهبدأ ان انا اشيل الشربات. الخطوة اللي بعد كده بقى معايا نص كيلو من الكنافة، حطاها في الفريزر قبلها بيوم وقطعتها ناعم بالشكل دوت كده. او ممكن برضو تفرميها في الكبة لغاية ما تبقى ناعمة معاكي ومبقاش فيها اي تكتلات. لو فيها اي تكتلات كده هتعملي زي ما انا ما بعمل، انا عايزاها ناعمة خالص ما فيهاش اي حاجات ناشفة، ولو لقينا فيها حاجات ناشفة هبدأ ان انا اطلعها. هتفركيها كده بين ايديكي لغاية ما تبقى معاكي بودرة كده بالشكل اللي انت شايفاه دوت. حضرت صينية مقاس 30 دهنتها ب3 معالق كبار من السمنة، ندهنها كويس جدا. بعد كده هبدأ ارش الكنافة بتاعتي بالشكل دوت، نزلت بنص كمية الكنافة اللي انا فركتها، وهبدأ ان انا ارصها كويس قوي كده في الصينية زي ما انتوا شايفين. بعد كده بايدي كده هبدأ ان انا اضغط عليها. بعد كده جبت صينية اصغر من الصينية اللي معايا وكيسة نضيفة وحطيتها على الكنافة كده بالشكل دوت، وهبدأ ان انا اضغط جامد بكل قوتي عشان الكنافة تتكبس معايا جامد وتبقى طالعة معايا قطعة واحدة. بعد كده هجيب كوباية من السمنة السايحة هحط نصها على الكنافة، ولو انت حسيتي ان نص كوباية السمنة مش كفاية تقدري تحطي اكتر، وممكن برضو تعملي ميكس ما بين السمنة والزيت. الخطوة اللي بعد كده هنحضر الحشو، اي نوع مكسرات انتي تفضليه. انا استخدمت كوباية من السوداني المحمص على شوية مكسرات كده كانوا موجودين عندي، ونزلت عليهم بنص كوباية من جوز الهند، وضفت عليهم 4 أو 5 معالق من الشربات اللي احنا جهزناه مع بعض. وفايدة الشربات هنا ان هو هيبقى يخلي الحشوة بتاعتي متماسكة جوه الكنافة. تمام كده هنقلبها كويس بالشكل دوت. بعد كده جبت صينية الكنافة بتاعتي ونزلت عليها بالحشوة اللي احنا عملناها كده بالشكل دوت. ونحاول واحنا بنحط الحشوة في الكنافة ان احنا نسيب ما بين الحشوة والصينية، نسيب سنتي عشان الحشوة متطلعش مننا من الجنب وتتحرق مننا. بظهر المعلقة هبدأ ان انا اساوي اضغط على الحشوة بالشكل دوت كده. بعد كده جبت باقي نص كمية الكنافة اللي فضلت معايا، وهبدأ ان انا ارشها على الحشوة بالشكل دوت كده، وهبدأ اضغط بايدي، والمكان اللي هلاقيه خفيف كده وواطي مفهوش كنافة هبدأ ان انا ازود فيه الكنافة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هجيب كيس نايلون برضو وهعمل برضو نفس الخطوة اللي عملتها في الاول، وهضغط جامد على الكنافة لغاية ما تبقى معايا قطعة واحدة وسوا واحد. بعد كده جبت نص كوباية السمنة اللي فضلت معايا، وهبدأ ان انا ارشها على وش الكنافة بالشكل دوت كده. وهنا بقى صينية الكنافة كانت جهزت معايا ودخلتها الفرن، وانا كنت مشغلة الفرن قبلها ب10 دقايق. دخلتها على الرف اللي من تحت خالص، وكل شوية كده كنت بفتح عليها الفرن واقلبها عشان تاخد سوا واحد من تحت. واول الصينيه كده الكنافه ما فصلت من الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، هسيبها كمان كده 5 دقايق تزيد لون من تحت. واول ما تاخد اللون اللي انا عاوزاه من تحت هبدا ان انا اشغل لها الشوايه 5 دقايق كده بايدي طبعا بالتقليب، وهطلعها وهتبقى معايا بالشكل الجميل دوت. واول ما تطلع من الفرن انا هقلبها عشان ما تلزقش معايا في الصينيه. وما شاء الله طلعت معايا مقرمشه وماسكه نفسها وناشفة، يعني مش طرية. وهبدأ ان انا وهي سخنة كده ان انا اسقيها الشربات بتاعها كله، وهتطرى معايا وهتبقى دايبة وجميلة. واخدت معايا ما شاء الله كمية الشربات اللي انا عاملاها كلها. وهنا ما شاء الله كانت شربت معايا كمية الشربات كلها. وعشان تطرى معايا اكتر غطيتها بالصينية اللي انا كنت مدخلاها بيها الفرن، هسيبها كده 10 دقايق. بعد كده هشيلها وهتبقى معايا بالشكل دوت كده. انا حبيت ان انا ازينها بالفستق الكداب اللي احنا كنا عاملينه مع بعض في القناة. وطبعا لو عايزة تسيبيها كده هي كانت ما كانتش محتاجة حاجة، بس انا حبيت ان انا ازينها وتبقى بالشكل دوت كده. شايفين بقى ما شاء الله شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله الشكل بيتكلم عن نفسه.
مش عايزة بقى أقول لِك على الريحة في الوقت دوّة كانت عاملة إزاي، وأحلى من بتاعة المحلات مليون مرّة. هابدأ إن أنا أقطّع قطعة كده معاكم، ونطلّعها ونشوفها دايبة إزاي. شايفين من جوّه عاملة إزاي؟ ما شاء الله ارتفاعها مضبوط جدًا، والطبقة اللي فوق نفس الطبقة اللي تحت ومضغوطة كويس جدًا. تعالوا بقى ندوق ونشوف نعوميتها. ما شاء الله، شايفين بقى ناعمة إزاي وطرية إزاي، زي البسبوسة بالضبط، ومش محجرة معايا، مقرمشة وفي نفس الوقت دايبة. ما شاء الله، شايفينها دايبة إزاي؟ دايبة على الآخر وبتدوب في البُق، مش ناشفة خالص ومقرمشة وفي نفس الوقت دايبة. ما شاء الله، كمان السكر بتاعها مضبوط، وما شاء الله التسوية بتاعتها مضبوطة، آخدة اللون الدهبي من تحت ومن فوق. بجد طعمها حلو أوي، من أحلى الكنافة اللي أنا دُقتها في حياتي بجد. جربي الطريقة دي حلوة أوي. طبعًا إحنا كل يوم في رمضان لازم كنافة بعد الفطار. بجد طريقة حلوة أوي، اعتمديها وعلى ضمانتي. جربيها بقى وقولي لي رأيك في الكومنتات، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة تشرفيني وتعملي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.